هوريكم فيديو دلوقتي. انتظروني في رمضان وانا بنتقم وبضرب وبقتل وبسرق بحجه اني ضحيه مجتمع واللي حواليا هم اللي خلوني كده. انا الضحيه، دنيا بتشيل وتحط فيا، سايبه الكل وجايه عليا. انا ضحيه مجتمع واللي حواليا. انتظرونا انا كمان في مسلسل نفس الفكره ونفس القصه، قتل وضرب وسرقه ونصب بس على منصه تانية. انا الضحيه، برضو الدنيا جايه عليا، بتشيل وتحط فيا، نفس القصه هي بس منصه تانية. انتظروني في رمضان وانا كل كلامي حكم وقافيات ولازمات ومدوخ الستات وببدل فيهم زي الشرابات. حيرة كل يوم، اتجوز مين واطلق مين؟ ما انا عندي من الحريم بدل الطقم 90. انتظروني في رمضان انا كمان وانا بقلد مصطفى شعبان وبجنن النسوان. معاك طقم حريم بيموتوا في اللي جابوك، نزل فيهم تلطيش وبرضه بيحبوك. بعد مسلسل وننسى اللي كان ونقابل حبيب ونحب تاني ليه، انتظروني في رمضان في مسلسل وهو بكره نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وانا بتجوز وبتطلق وبتحب وبتخان من طوب الارض. بتخوني يا شريف يا منير، انا رايحه لكريم فهمي. بتخوني يا خالد يا سليم، انا رايحه لكريم فهمي. يا مكسوره يا مقهوره يا من جوزك يا حبيبي، سابك توكسيك هيك يا خديك. كريم فهمي بحطت ايدي. بتخوني يا عم عبد البقال، انا رايحه لكريم فهمي. انتظروني في رمضان في دور جديد جدا، بعمل دور رجل شرطه بس شرطه مدرسيه، بامن سور المدرسه وبعمل مداهمات على الكانتين وبمشط الحوش كده يعني. بص في عيني، اثبت يلا، والله ما تعرفوا تاخدوا من هنا كيس فلامانكو حتى. ادعي لي يا امي، احنا بنبقى واقفين في الطابور وشايلين شنطنا على كتفنا، احنا بنبقى نازلين الفسحه ومش عارفين هنرجع تاني ولا لا. وارضنا بتتحامى فينا. انتظرونا في مسلسل المداح الجزء 59 مع حبيبي الاستاذ حماده هلال اللي خلانا نصلي ونزكي ونصوم ونبيع سبع. حماده هلال توبنا، طلع عين اللي جابنا، خلانا نصوم صلي ونقوم نتسحر فول وجبنا. انتظرونا في رمضان الاعلى اجرا في مصر كلها، هو احنا اعلى من العوضي واعلى من ياسمين واعلى من مصطفى شعبان واعلى من الكل. وما تسالونيش ليه، لان احنا اللي بيتعمل من صدورنا بنيه. زي ما قلت لكم اهو، الموضوع كله موضوع فكره، الراجل فكر في فكره ونفذها صح ومستخدم الاي اي بشكل مرعب. انا راجل بشتغل اي اي وعارف الراجل ده اشتغل ازاي، الموضوع طالع معاه حلو جدا باقل تكاليف. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، في مسلسلات متكلفه ملايين، لا مش عايز اقول لك ملايين بس، دي مئات الملايين، في منها مش هتلفت نظري زي الفيديو الصغير ده اللي هو دقيقتين ونص. والله العظيم الراجل اختصر الكلام كله وعامل فيديوهات تانية اقوى من دي كمان بكتير، وواحده واحده هننزلهم. انا بقول لكم اهو، الشاب ده موهوب جدا، اسمه نادر شعبان، تابعوه وان شاء الله رمضان الجاي هيبقى نجم ومكتسح الدنيا. بس اوعى يا عم نادر تبقى واقع زي الناس اللي سبقتك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، واعملوا حسابكم ان اي حد موهوب ان شاء الله هنشيد بيه وهنعرضه هنا على قناتنا، عشان قناتنا ان شاء الله هتبقى رقم 1 في مصر. سلام عليكم.